تقريبا 90% من الناس تمشي في النفس وما تمشي في الروح، غير متصلة في روحها. 90 وإذا مو أكثر والله. لأن من عرف نفسه عرف ربه. نفسه بالنسبة لعالم الروح وليس لعالم النفس. الروح آخر شيء. الروح ما راح تنزل وتتواصل معك وتلبي لك كل الإمكانيات والباور والحظوظ، ولأن الروح هي اللي يقول لك هذا عينه فيها روح، طلته فيها روح، أكله فيه روح، ما أدري وش. الروح هي الأساس. بس الروح ما بتتصل بحد عنده في فطرته السليمة مشكلة، وهي الذكر والأنثى. ما بتتصل. طل روح من هنا اليوم الدين، سوي اللي تبي، ما بتتصل. إذا أنا لازم أشتغل على الجسد علشان الروح والعقل والنفس، بعدين الروح تنزل. طب ما هي خطوات الجسد؟ خطوات الجسد في الأول لازم نحدد هل أنا جسدي مايل للذكورة أو مايل للأنوثة. يعني شلون شمس اشرحي لنا؟ يعني في الطب النبوي أو الطب اليوناني خلينا نقول، اللي هو تابع لأبو قراط، اللي هو أبو الطب، اللي كل جامعات الطب في العالم لازم تقسم قسم أبو قراط، لا تخرج، ما يخرجونك من غير قسم أبو قراط. شو يقول؟ يقول غذائكم دواءكم ودواءكم غذائكم. ويقول كمان تأكيدا أن العلم يسمونه علم الأخلاط، اللي هو يابس حار رطب بارد. نفس العلم النبوي للرسول عليه الصلاة والسلام، اللي هو أصلا الرسول قال أنا لما أوتيت إلا لأتمم مكارم الأخلاق. أنا العلوم اللي من قبلي كعالم، رسول عالم مش بس جاء تكلم في الروح تكلم في الأمور كلها، يعني عنده علوم وحي من كل شيء، ولا ينطق عن الهوى. فالعلوم الصح أكد عليها، فقال نطفئ حر هذا ببرد ذاك. ما تاكل البطيخ أو اليح أو الجح إلا مع لأنه حار، إلا ما تجيب له شيء بارد عشان ما يأذيك، أو العكس سوري. فإذا لازم أنا أعرف بيئتك الجسدية، هل هي مايلة للحار واليابس أم مايلة للرطب والبارد، أم هي خلطين في بيئة ثالثة تسمى الأخلاط، ما بين اليابس لحاله أو الحار لحاله أو الرطب لحاله أو البارد لحاله، أو خلط. أنت يابس حار أو أنت رطب بارد. أنا كشمس رطب بارد للأسف يعني، و90% من النساء رطب بارد، والآن 90% من الرجال رطب بارد. ليش؟ لأن نظام حياتنا في الغذاء هو رطب بارد. إذن الأمراض العامة الشائعة هي تنتمي لفصيلة الرطب البارد. أغلب الناس 90% رجال النساء. الأدوية الكيميكال هي رطب بارد. المشروبات الغازية هي رطب بارد. الدجاج اللي دائما أحذر من عنده يتحول بالهرمونات ماله وبلاوي رطب بارد. اللحوم البقر، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لحمها داء وسمنها دواء. لحوم البقر مصيبة. كل شيء يحرك أخلاطك جواك ويعكسها هو بالأساس رطب بارد، والقليل الحار ببلدان معينة، بس في العالم العربي خذوها من عندي الأغلب رطب بارد. إذا تعالوا لوجه الله أعلمكم، شوفوا الكتابات زين شو هو الرطب والبارد وشو هو الحار واليابس من علامات. الآن نبتدي بما هو الرطب البارد. هذه الإشارات إذا كانت عندكم، لأن لازم أول شيء خليكم تصنفون أجسادكم ونفسياتكم. إذا كانت هذه الأمور متوفرة عندك، اعرف أن جسدك رطب بارد، يعني أنت الأنوثة مش قلنا ذكر وأنثى، ين يانغ، الين والأنوثة والسالب في الموجب والسالب، وفي الأخلاط اللي هو الرطب البارد هم عندك أعلى من الذكورة، أو الين أعلى من اليانغ، أو السالب أعلى من الموجب. كنت رجل أم كنت امرأة، رضيت ما رضيت طز فيك. أنا جالسة أقول الحقيقة، لو تروح لأعظم بروفيسور حيقول لك نفس الشيء. ما هي الأعراض؟ بسم الله. الجسد الرطب البارد أول شيء من علاماته كسل دائم، صعوبة في النهوض صباحا، نعاس بعد الأكل، ركود في الذهن، الذاكرة
ما تذكر، او حتى ذاكرتي مش نشيطه، او ذاكرتي توقفت في زمن معين، يعني مش قادره، ذاكرتي بس مرتبطه في القديم، اما الجديد مو قاعده اذكره، اللي يسمونها الذاكره القصيره. بروده في الاطراف، برودة في الأطراف، شحوب في الوجه، بهتان في البشرة، بطء في الهضم، انتفاخ وغازات، إمساك مخاطي أو لين بلا حيوية، زيادة في الوزن رغم الأكل القليل أحيانا، مع أنه ممكن تشرب ماي تمتن، نفقت، أو تشربين ماي تمتنين، عصير يمتنج. أوكي، هذا دليل أن أنت رطب بارد. كثرة اللعاب أو البلغم في الحلق، آلام المفاصل، سواء كانت آلام مفاصل خفيفة أم مزمنة، خاصة في البرد، في وقت البرد. النفسية، لما تكون أنت شخص رطب بارد، ميل للحزن والكتمان، تلاقيك أو تلاقيش حزينة وما تحبين تقولين اللي أنت حاسته لحد أو اللي أنت حاسه لحد، دائما تحط عذر اني انا ما ابي اقول اسرار للناس، او انا ما ابي مساعده حد، او انا ما ابي اهم حد معي. هذه مش فطره بشريه، الفطره البشريه ان احنا نطلب المساعده. فهي ميل للحزن والكتمان، قله الحماس والابداع، مالي خلق اتنقل من كنب لكنب، من كرسي لكرسي، من صاله للغرفه، من الغرفه للحديقه، لو يحطوني في الجنه في اعظم قصور العالم انا مش سعيد. ضعف الاراده والخمول العاطفي، حتى لو يدخل حد حياتي يحبني وكذا ابطفشه، اقول ما يحبني، اخلق اعذار داخليه. شوفوا تاثير الموضوع على النفس، هذا حاجات نفسيه. اذا انت لما تكون من اخلاطك البارد والرطب، شوف نفسيتك طفش حتى كل الفرص اللي تجي لك في الحياه. طيب، والرطب البارد غالبا في الطب الصيني يرتبط في عضو الطحال والكلى، هذيلا يضعفون لما تكون انت رطب بارد. كثره البلغم، يصير عندك زياده بلغم داخل الجسد، فاعذروني صار السريع عشان الفيديو. الطحال والكلى، فلما يجي دكتور ما يخاف الله او ما عنده علم يشيل الطحال لمجرد انه في انفكشن من غير ما يعالج انك انت رطب بارد، سوينا مصيبه عظيمه. او شال الكلى، شيلوا الكلى، حطوا له، زرعوا له كلى. فاذا عندك مشاكل كلى وعندك مشاكل طحال، معناها انت من الاخلاط الرطب البارد، يعني انت الين، يعني انت الانثى عندك اعلى من الذكر. طيب، العلامات: احساس بالثقل في الجسم والراس، اجين، تورم واحتباس في الجسد عند المراه اكثر من الرجل، الم اسفل الظهر والركب، رغبه قويه في السكريات، مهما تاكل شيء حلو ترجع بعد 5-10 دقائق تبين شيء حلو. اذا ما كليت حلو انا دوخ، انا يغمى علي، انا سكري يهبط، انا طاقتي تهبط، لانكم تبون بيكوز الطحال تعبان، انزين، بيكوز انت الاخلاط عندك الرطب والبارد. اسهال مزمن او امساك مزمن، شحوب اللسان مع طبقه بيضاء على اللسان لزجه، انا هذا بسبب الفلتر، انا ما عندي اياها. برد في الرحم عند النساء، ومشاكل في الخصوبه عند الرجال، وضعف في الشهوه الجنسيه عند الرجال والنساء. الضعف شو معنى؟ مو معنى انك انت ما تمارس جنس. سو نكمل في الاعراض. قلنا ابو راس مربع، ما تاخذ مقلب، مو معنى انك انت عندك الرغبه الجنسيه يعني ان انت قوي جسديا، او انت كبنت مو معنى عندك الرغبه الجسديه الجنسيه ان انت قويه جنسيا. في فرق ما بين الرغبه وفي فرق ما بين تطبيق الرغبه. هل انت تطبيقك للرغبه الجنسيه بناء على عمرك، ولا هي تحسها تطبيق شخص عمره 200 سنه؟ هل أنت تمشي من غير فياجرا ومن غير محفزات جنسية؟ هل أنت في مليون شيء يخليك تجاوب على هذا السؤال، أو يخليك أنت، لأن الآن حتى البنات ما عندهم رغبة جنسية، أو ما عندهم الرغبة بس ما عندهم التنفيذ، ما عندهم القدرة على التنفيذ، ما لهم خلق، وقصة طويلة بعدين أشرحها بشكل خاص لازم. وأكثر نسبة استهلاك فياجرا او مساعد جنسي او شو يقولوا له في العالم هو في الشرق الاوسط وفي العالم العربي بالذات. وادخلوا شوفوا التقارير، انا ما جبتش حاجه من عندي. طيب، نروح ايضا للاعراض. نقول تشويش ذهني بطيء في التفكير، تردد، خوف داخلي، قله الثقه في النفس، كآبه خفيفه دائمه. حيطلعوا لي الحين جحافله الكوكب، انا عندي قله ثقه في نفسي. اي، كل العالم عندك قله ثقه في نفسك، ما تحبون حد يواجهكم في حقيقتكم. انا ما اي لما تراجع حياتك، لما تخاف حتى من مبدأ خسارة مركزك. إذا عندك كرسي منصب، إن شاء الله منصب كرسي حلاق، إذا تخاف تخسر أنت ما عندك ثقة في نفسك. إذا كل الوقت تشتغل على رضا الناس، أنت ما عندك ثقة في نفسك. لا تأفلم، لا تأفلمين، لا تعيشون، لا اللي يجي يواجهك في حقيقتك ترى يبي يساعدك، هو ما يبي يعايرك.
اوكي، اللي زي انا ما عنده مصلحه في انه يواجهكم في حقيقتكم الا انه يبي لكم الاحسن. انا يا ليت حد يواجهني في كل اخطائي، واي نو اخطائي، واتواجه فيها مع نفسي ومع الاخرين واتقبل. زين. فقله الثقه في الذات حيل صفه منتشره عند اعظم الشخصيات. ليش؟ لانه هو ماسك في يده واسنانه في منصبه او في وظيفته او في ان الناس تقول عنه انه واو. اذا واحد قال عنه مو بزين ينهار، يروح يخش مستشفى، في ناس تموت من انعدام ثقته في نفسه. اذا حد قال عنه انه هو في حاجه او حاجه تافهه يموت، في ناس تموت حرفيا. اذا هذه قله ثقه في الذات، هذه ترجع ان جسدك رطب بارد. طيب، انغلاق على المستوى الطاقي، انغلاق نار الهضم وقله طاقه اليانغ. يعني انت عندك سوء هضم بسبب ان عنصر الفاير، النار، جواك في جهازك الهضمي قليل بسبب الرطوبه والبروده الداخليه. احنا نتكلم عن الداخليه بعدين نتكلم عن الخارجيه. انسداد في الشاكرات السفليه اللي هي مسؤوله عن الجنس ومسؤوله عن العمل ومسؤوله عن الحظ ومسؤوله عن الرزق ومسؤوله عن علاقتك في امك وابوك ومسؤوله عن علاقتك في اولادك اذا كان عندك اولاد. بيصير فيها خلل من اي ناحيه؟ بيصير في يا انك تحب اولادك واجد و24 ساعه قلق عليهم وانت مرتاح وتحس انهم مش هديه من الله، هم نقمه جم عليك، او ان هم اعدائك، هم ما يحبونك. رزقك تحارب عشان تحصل عليه. الطير احسن منك، الطير يطير يعرف ان رزقه موجود ويرد، وعارف انه هو الحوت اللي في تحت البحر عارف الرزق موجود. ما عمركم شفتوا حيوان يشيل هم الرزق الا الانسان. ليه؟ لانه عنده خلل في هذه الشاكرات. في ناس ما عندها خلل في هذه الشاكرات، حرفيا ما يشيلون هم الرزق، سايبينها على الله. اوكي. تراكم ذاكره الالم في البطن، القولون العصبي، المعده، الامعاء، سوء الهضم، الارتجاع، الحساسيات من الطعام. هذا معناها انك انت مره 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 رطب بارد. اذا عندك حساسيات طعام بكل انواعها، وتزيد الحساسيات كل فتره يزيد عندك شيء، يضيفوا لك حاجه للمنيو، ممنوع ممنوع ممنوع، لين في يوم يقولوا لك الماء ممنوع عليك. انا مريت في هذا الشيء يوما ما. اختناق في طاقه القلب بسبب عدم التصريف. دائما وقت المغرب او قبل المغرب تبتدي بس تبي تطلع من مكانك. المغرب بالنسبه لك اكتئاب. اكثر تايم في اليوم هنا يكتمك هو المغرب. هذا دليل ان الغده الدرقيه والقلب عندك المسارات اللي بينهم اغلقت بسبب الرطب البارد. واعراض كثيره، السرطانات اللي تجي للجسد اللي مصاب بالين انرجي اعلى او الرطب البارد اعلى او السالب اعلى او القطبيه الشماليه اعلى، سرطانات البروستاتا، سرطانات الرحم، سرطانات الصدر،